السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ليستوار ديال لا لوجيستيك. التاريخ ديال لا لوجيستيك كيرجع للارتباط ديالو والاستعمال ديال اللوجيستيك آلاف السنين في الحياة ديال البشر، في النقل ديال الموارد ديالهم والترحال ديالهم. مع الوقت تطورت البشرية وحتى لا لوجيستيك معها. هذا التطور كيبان بشكل ملحوظ مع مرور الوقت وكيزيد يتطور، بحيث كان أول مرة غيتم الملاحظة ديال لا لوجيستيك كانت هي الاستعمال ديالو في العسكر، بحيث كان كيلعب دور كبير في النقل ديال الأسلحة والذخيرة وأي حاجة كتعاون في الحرب. ومع الوقت تم التطبيق ديالو في المجال الاقتصادي لأهمية الدور ديالو في النجاح العسكري. في التاريخ ديال اللوجيستيك غادي نشوفو 5 ديال النقط ومراحل مهمة في التطور ديالو. النقطة الأولى واللي هي المرحلة ديال التسمية. الكلمة ديال اللوجيستيك الأصل ديالها من كلمة لوجيستيكوس، واللي كتعني انسان اللي كيقوم بالحسابات، ولكن في داك الوقت كانوا كيعنيو به داكشي اللي كنشوفوه حنا دابا في لا لوجيستيك، حيت في داك الوقت هاد اللوجيستيكوس كانت الخدمه ديالو هي يدير التخطيط والتنسيق في السلاح والذخيره وكل حاجه خاصها تستعمل في الميدان. ولعبات لا لوجيستيك دور كبير في توسع بعض الانظمه لانها كانت ديما عندها امدادات. مثال على الامدادات بحال واحد الجيش عطيناه السلاح ما كيتسالاش والماكله ما كتسالاش، فباش نوفروا هذا الشيء خصنا واحد لوجيستيكوس اللي يعطينا تخطيط ممتاز ديال السلاح وكل شيء. هذا هو الدور الكبير اللي لعبته لا لوجيستيك باش تخلي بعض الجيوش دير حصار على المدى الطويل باش تهزم جيوش محصنه. النقطه رقم 2 من مراهجه الثوره الصناعيه اللي فيها دازت لا لوجيستيك من المجال العسكري الى المجال التجاري والصناعي. بحكم انه في الثوره الصناعيه كانوا فيها انتاج ضخم، طلب اكثر من العرض، هنا لعبت لا لوجيستيك دور كبير في توصيل المنتوجات لعند الزبائن او للاسواق. داكشي جا متزامن مع ظهور ديال السكك الحديديه والسفن البخاريه اللي لعبوا حتى هما دور كبير في النقل ديال السلع بكميات كبيره. هادشي اللي عاون على تكبير الشبكات ديال توزيع السلاح حول العالم. النقطة الثالثة اللي هي الحروب العالمية. في الحروب العالمية الأولى والثانية لعبت لا لوجيستيك دور كبير فيهم وحاسم، وكنركزوا على كلمة حاسم اللي خلى بعض الدول تغلب، بحكم أنها هذاك هو المجال اللي بانت فيه بزاف. ومع التطور ديال لا لوجيستيك هذا التطور هو اللي عطاها هذا الدور الكبير باش تلعب دور حاسم في هزيمة بعض الدول وفي الانتصار ديال بعض الدول. من بعد ما تسالت الحرب كاع داك الطرق ديال التخطيط اللي كانوا كيستعملوها قاموا بالتعديل عليها والاستعمال ديالها في القطاع الصناعي والتجاري. النقطة رقم 4 ما بعد الحروب العالمية. هذا هو العصر الحديث اللي هو من بعد الحروب العالمية، فين توسع النشاط التجاري بواحد السرعة كبيرة في الأسواق الدولية، وأمور زادت تعقدات لدرجة أنه بدأت الخدمة ديال لا لوجيستيك كتبان خدمة متميزة في ذاك الوقت. يعني باش تكون خدام في لا لوجيستيك خصك تكون واحد الإنسان متميز اللي بانت في نفس الوقت تخترعات الحاويات أو لا تخترعوا الحاويات أي لي كونتونور اللي عاونات بزاف في تقليل المصاريف ديال النقل والتسريع في الأوقات ديال الشحن والتفريغ وضمان سلامة السلع والبضائع. هنا التجارة بدات كتحول إلى التجارة العالمية، وفاش بان أول كمبيوتر وأول نظام ديال الكمبيوتر اللي كان كيعاون في الإدارة ديال لي فلو اللي شفناهم أو التدفقات اللي شفناهم من قبل، لا لوجيستيك تطورات واحد التطور اللي هو خيالي، بحيث ساعد الكمبيوتر في تحسين العمليات واتخاذ القرارات. يعني داك اللوجيستيكوس بواحد الطريقة متطورة بزاف. ما نساوش تويوتا اللي كانت خرجت لينا لو جوست اتون اللي هو جي ا تي اللي كتعني الاداره ديال الستوك في الوقت المناسب اللي غنشوفوه من بعد. النقطه الخامسه واللي هي النقطه الاخيره وفيها بزاف ديال الفصول. من سنه 2000 ليومنا هذا لعب التطور المعلوماتي دور كبير في التطور اللوجستيكي، فاصبحت لا لوجيستيك عندها دور اكثر اهميه من اللي سبق. الشركات بداو كيشوفوا كيفاش يزيدوا يطوروه باش يزيدوا من تحسين ديال سلاسل التوريد
أي لي سوبلاي تشين باش يزيدو يربحو كتر ويخلصو تكلفة قليلة في الأسواق الدولية. هادشي اللي غيخلي السوبلاي تشين تكون أكثر تعقيد وكتطلب واحد التنسيق كبير على النطاق الدولي. التطور المعلوماتي سمح للرقمنة أي الديجيتاليزاسيون باش تدخل في التطور ديال اللوجيستيك، بحال نظام ديال الإدارة ديال الستوك اللي هو WMS اللي كيعني الوير هاوس مانجمنت سيستم، اللي كيخلينا ويسمح لينا نشوفو ستوك بواحد الوضوح كبير في أي وقت بغينا. وما نساوش المحور الثاني اللي هو التجارة الإلكترونية اللي لعبت الانترنت واحد الدور كبير في المبادئ ديال اللوجيستيك، لدرجة انها بدات كتسمح للشركات كبار باش يعرفوا شنو هما التوقعات ديال المنتجات او المنتوجات اللي يقدر يشريهم المستهلك، وزادت تطورات من السرعة ديال التسليم ديال المنتجات. هادشي اللي سمح لهم هاد الشركات انهم يطوروا من نماذج جديدة من لا لوجيستيك بحال لا لوجيستيك دو ديرنيير كيلومتر. المحور الثالث اللي هي الاستدامة او لا ديورابيليتي. بحكم هاد التطور اللي وصلت ليه لا لوجيستيك كانت مخاوف كبيرة على البيئة، فبزاف ديال الشركات بداو كيخدموا على كيفاش يطوروا من لا لوجيستيك باش تحافظ على البيئة بتقليل النقل، ويصوبوا لي زومبالاج غير ضارين بالبيئة، ويخدموا ويطوروا من المواد القابلة للريسيكلاج أي إعادة التدوير والاستعمال. وفي هذا الفيديو غنكونوا شفنا كيفاش تطورت لا لوجيستيك من الأصول ديالها ومن الاستعمال العسكري حتى وصلت للاستعمال التجاري، في الأخير وصلت لواحد لا لوجيستيك اللي كتحافظ على البيئة.